مساء الهنا والسعادة، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا رخيص ومالي السوق ب5 جنيه بس. عايزة اقول لكم بجد تحفة جدا، ما شاء الله اللهم بارك. جميل جدا جدا. تعملي بقى منه بدنجان مخلل، تعملي منه محشي. بجد البدنجان من الحاجات الجميلة جدا. النهاردة هنعمله بطريقة حلوة قوي، هنعمله زي طريقة المحلات بالظبط. هنعمله دقة حلوة جدا جدا قبل ما البدنجان يتسلق. بجد هتخلي البدنجان بتاعك طعمه تحفة جدا. وبعد كده هنعمل له حشوة حلوة جدا جدا. يلا في البداية اللي محطش لايك يحط لي لايك، وما تنسوش اللايك يا حبايبي. ويلا نقول بسم الله. واول حاجة جبت البدنجان غسلته وقشرته زي ما انتوا شفتوا معايا. هنا بقى جبت حلة فيها مية، حطيت فيها معلقة من البابريكا، حطيت فيها معلقة من الملح، حطيت فيها ليمونتين كده شرايح زي ما انتوا شايفين. وبعد كده ربع كوباية كده من الخل، وكمان حطيت معلقة صغيرة من الكمون. كل ده كده في المية اللي هيتسلق فيها البدنجان، وهتكون احلى دقة للبدنجان. يلا بينا. هنا بقى في قلب الكبة حطيت كده راس من الثوم، حطيت فلفل حار طبعا اللي هو الاحمر، وكمان نزلت باتنين تلاتة كده من الفلفل الكوبي. عندك الوان حطي. عايزة اقول لكم هيطلع طعمه تحفة. حطيت ربع كوباية من الخل، ربع كوباية من الليمون، طبعا الليمون يكون معصور، وحطيت معلقة من البابريكا، وحطيت ملح. كل ده ضربناه كده زي ما انتوا شايفين في قلب الكب. وهنا بقى مجرد كده ما البدنجان اتسلق صفيته على طول وطلعته في حاجه كده يبرد. ويلا بينا. هنا بقى معانا الحشوه هتعملي بيها البدنجان المخلل تحفه جدا. في قلب بقى كده علبه، وزي ما انتوا شايفين احشي كده واحط جوه العلبه. عايزه اقول لكم الدقه اللي احنا حطيناها في الاول خلت البدنجان طعمه تحفه جدا ما شاء الله. قبل طبعا ما تحطي له بقى كده الحشوه بتاعته دي، كان البدنجان طعمه خطير. ما كانش بصراحه محتاج اي حاجه، بس طبعا احنا لازم نحشي كده البدنجان. وزي ما انتوا شايفين ده كان كيلو ونص من البدنجان، يعني كيلو ونص من البدنجان ب7.5. تخيل انت لو رحتي لبتاع مخلل اقل هتقولي له عايزه ب10 جنيه بدنجان مخلل، هيديكي كام واحده؟ ما شاء الله. احنا اعتبر ب7.5 عملنا كمية حلوة من البدنجان. هنا اتفضل طبعا شوية كده بقى من المية القمر دي، حطيت عليها كده ملح، وحطيت عليها كزبرة. انا ما حطيتش كمون عشان الكمون هيسوده، لكن انا لما حطيته في السوا هو هيديله طعم بس من بره، بس مش هيسوده لي من جوه. بعد كده حطيت بقى حبة كده من الحشوة اللي اتفضلت للبدنجان، وبعد كده حطيتها على المية اللي طبعا احنا كنا سالقين فيها البدنجان. وظبطتها بقى، لو عايزة ملح، لو عايزة خل، لو عايزة ليمون، ظبطت المية بتاعتي. وبعد كده زي ما انتوا شايفين حطيتها هنا كده على البدنجان. عايزة اقول لكم بجد طعمه تحفة جدا من قبل ما نسيبه للأمانة. اتاكل منه تاني يوم الله اكبر، جميل جدا جدا. القلب ده لونه كده احمر وجميل بجد ما شاء الله، طعمه تحفه جدا. يعتبر باقل التكلفه احنا عملنا علبه من البتنجان المخلل. هينفعك طبعا لو انت في مصيف، هينفعك طبعا لو انت بتفطري بتتعشي بتتغدي. البتنجان جنب اي حاجه بيكون جميل جدا جدا، وبالذات الفلافل. عايزه اقول لكم والله طعمه خطير. كلنا بنعرف نعمل، بس في تكايه صغيره ممكن اعملها انت ما تعرفهاش، وممكن انت كمان في تكايه عندك صغيره تعمليها انا ما اعرفهاش. كلنا بنتعلم من بعض. بس والله للامانه البدنجان بالطريقه دي طعمه حلو جدا جدا ما شاء الله، ويقعد عندك في التلاجة ما شاء الله طول ما الميه مغطياه ما يحصلوش اي حاجه. وكمان حبيت احط كده فلفل برضو اخضر كده مع شرايح من الليمون، مع الليمون اللي كان طبعا في قلب الميه كده. والبدنجان عايزه اقول لكم برضو بيحافظ جدا جدا على البدنجان، مش بيتهرى ولا بيحصل له اي حاجه، وبيكون كمان طعمه حلو جدا جدا. بدل ما تشتريه مع الفول والفلافل اعمليه في البيت باقل التكلفه، وهيكون عندك علبه اللهم بارك جميله جدا. وعلى فكره ممكن بعد ما البدنجان ده يخلص الميه دي بقى تاخديها كده وتجيبي البدنجان وتسلقيه وترميه في قلب الميه من غير حشو من غير اي حاجه. مش هتحتاجي ان انت تعملي بقى كده حشوه من اول وجديد، واعملي فيها تاني وجربيها، وان شاء الله هتطلع طعمها حلو جدا جدا زي ما انا ما بعملها. ولو وصلتوا معايا لحد هنا حبايبي ما تنسونيش في اللايك. وده بيكون فيديو النهارده، فيديو سهل جدا وبسيط. يا رب فيديو النهارده يعجبكم. اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.